السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة جديدة وهي حكاية عربية. في السلسلة دي هنشرح تاريخ كل شركة عربية، من أول تاريخ إصدار أو تاريخ إنشاء الشركة دي لحد وقتنا ده، ولحد الشركة دي قوتها إيه في السوق المصري. طيب في السلسلة دي الفيديو الواحد هيتقسم على جزئين، جزء بنتكلم عن التاريخ بتاع الشركة وقوتها في السوق المصري حاليا إيه هو، والفيديو التاني هنمسك موديلات الشركة دي كلها، يعني الانواع بتاعت العربيات كلها بانواع المواتير، وده هيفيدك جدا لو انت جاي او انت حابب تشتري عربية جديدة وما تعرفش عن الشركة دي اي حاجة. طيب خلينا نبتدي باول شركة وهي شركة هيونداي. الشركة دي نشأت عام 1967 مع راجل اسمه تشانج جو يانج، ويا رب اكون بنطق اسمه صح. الشركة دي نشأت في كوريا الجنوبية، وشركة هيونداي ما كانتش شركة خاصة او ما نشأتش لوحدها في الاول، واول عربية شركة هيونداي نشأتها الفورد كورتينا بالتعاون مع شركة فورد. حصلت النقلة الكبيرة بقى عام 1975 لما شركة هيونداي أصدرت أول عربية لوحدها خالص من دون تعاون مع أي شركة تانية، وهي العربية الهيونداي بوني، والعربية دي كانت أول عربية كورية. من بعد ما الشركة أنشأت العربية دي فتحت الباب أمام جميع الشركات الكورية في إن هي تبتدي في صناعة السيارات الكورية. بعد نجاح العربية الهيونداي بوني دي بدأت شركة هيونداي تصدر عربيات بره كوريا، وفي عام 1986 بدأت تصدر عربيات للسوق الأمريكي، وكانت أول عربية كوريا تصدرها أو شركة هيونداي تصدرها للسوق الأمريكي هي الهيونداي إكسل، والعربية دي حققت مبيعات قوية جدا في السوق الأمريكي وبدأت تنتشر عالميا. وفي خلال التسعينات والألفينات بدأت هيونداي تنتشر عالميا وتنزل أكتر من موديل، ومن أشهر الموديلات دي هي الهيونداي أكسنت والإلنترا والتوسان والسوناتا والسانتا في والأزيرا. واللي خلى بقى شركة هيونداي تنجح النجاح الرهيب اللي احنا شفناه حوالين العالم ده هو سعرها الاقتصادي جدا، سعر مناسب لجميع الفئات، قيمة مقابل سعر وتجهيزات جوه العربية منافسة جدا، كانوا بيطوروا نفسهم سنة بعد سنة بشكل كويس جدا. عشان كده الشركة قدرت تتحول من شركة اقتصادية بسيطة لمنافس قوي للشركات الأوروبية واليابانية. معلومة ممكن تكون ناس كتير قوي متعرفهاش ان شركة هيونداي استحوذت على شركة كيا في عام 1998، ومن 1998 لحد وقتنا ده الشركتين بقوا ضمن مجموعة واحدة وهي هيونداي موتور جروب. النهارده هيونداي بقت من اكبر الشركات اللي في العالم، مش بس بقت تصنع عربيات بنزين، لا دي كمان بقت تصنع عربيات فول الكتريستي وهايبرد فيكل، وبقى عندها مصانع ومراكز ابحاث كتيره حول العالم، واصبحت مجموعه هيونداي وكيا من اكبر مجموعات السيارات في العالم. ودي كانت قصه هيونداي من عام 1967 لحد وقتنا ده. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقى هنتكلم عن الموديلات بتاعت هيونداي كلها وانواع المواتير، بحيث ان انت تكون فاهم كل فئه من فئات هيونداي ايه هي والموتور اللي راكب على العربيه ده ايه. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وقول لي في الكومنتات اكتر عربيه هيونداي انت بتحبها، واشوفك الفيديو اللي جاي.